العامل الوراثي. انا عندي مرضى كتير في العيله اصيبوا باورام، يبقى انا لازم هيجي لي اورام. الكلام ده كلام مش مظبوط. في نسبه وراثه في الاورام بس مش نسبه كبيره زي ما الناس متخيله، وبنتحددها اما يكون في كذا اصابه في العيله. زي مثلا اورام الثدي، ممكن اقول ان نسبه الوراثه فيها من نسبه من 5 ل 10% في حال ظهور اكتر من فرد مصاب من الدرجه الاولى في العيله، ودي مش نسبه كبيره. يعني احنا لو قارناها بالناس اللي ما بيجيلهاش المرض وراثه في العيله، لا هي نسبه مش كبيره خالص. وده بيفرق من المريض للمريض في حته لجوءه للاكتشاف المبكر، انه بيلجا للاكتشاف المبكر ويدور على نفسه في مرحله سنيه بدري شويه. يعني لو قلنا المريضه اللي ما عندهاش اصابه في العيله هتبتدي تدور على نفسها من سن 40 سنه، فالمريضه اللي عندها اصابه في العيله هتدور في سن اقل شويه اللي هو سن ال 35 سنه، وتحرص على الفحص والاكتشاف المبكر. وزي دايما ما بقول، لو في عائلات فعلا المرض عندها وراثه وبيتورث الاجيال كلها، يبقى في ناس مش هتقرب من العائلات دي ولا هتتجوز منها ولا هتقرب منها. الكلام ده مش مظبوط، ودي خرافه موجوده بس على السوشيال ميديا.